No, 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 no. Salam alaikum. عليكم السلام. No, 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 no. سير سير يا يوسف. تسير هي الله يدمه سير 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 تمام تحرش بالك. No, 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 no. في الغالب بتكون الحاجات الغريبة اللي بتحصل لا على البال ولا على الخاطر، ويا سلام لو الحاجات الغريبة دي كانت قدام الكاميرات زي الحاجات اللي هنشوفها النهاردة. واضح ان العيال دول ما بيحبوش المربية بتاعتهم خالص. انا نفسي اعرف عملوها ازاي. تقريبا كده الزبون داخل المحل عشان يلعب استغماية. داخل المحل وشكله مش مريح. فصاحب المحل شك فيه وعمل لوك للباب. شكلك وحش قوي. السواق ده غير مدخل البلد في 10 ثواني. الراجل ده عنده خبرة في تحويل المواقف المحرجة لصالحه. تعالوا قبل ما نكمل ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. ادعمني باشتراك ودعمني بلايك. هي الناس دي بتجري كده ليه؟ اوبا، لا لازم يجروا فعلا. أنحس يوم في حياة الحرامية دول
هو اليوم اللي دخلوا فيه المحل ده. وده نظام جديد لمكافحة السرقة. صدق اللي قال إن القطة ب7 أرواح. بقولك ايه، فكك، أهم حاجة التبرع. أخينا ده عمال يلعب في حبل الغسيل. بذمتك هيستحملك ازاي ده؟ مش شرط الحرامي يكون بني آدم، ممكن يكون قرد عادي. القطة الفرفوشة رزق، محدش يعرف اجيب قطة زي دي منين. طول عمري عارف ان العصابات هي اللي بتخطف البني ادمين، لكن الجراش هو اللي يخطف الناس؟ لا، جديدة دي. المشكلة مش ان الكلب اتحشر في الكرسي وخده وجري، المشكلة ان هو شافه. يا ريتك ما فكرت تلحقه، شوف حد يلحقكوا انتوا الاتنين بقى. لازم الاكل يكون في المكان المناسب، واظن ان مفيش مكان مناسب اكتر من كده. باب الاسانسير قفل على فيشة المكنسة، وحاول يوقف الاسانسير ومعرفش. اول مرة اشوف واحد بيركب اسانسير جوه الاسانسير. كان نفسي اقول ان العيب في اللي حط الحاجز، لكن للاسف العيب من الناس اللي سايبه الصح وماشيه في الغلط. كاوتش العربيه بيجري وراه كانه مستقصده. بيدور عليا. اللي عمل الفيديو ده دماغه متكلفه. أنا متأكد إن الكلاب دي ليها طار عند صاحب العربية. عملت له إيه علشان يجري وراكوا بالغل ده كله؟ صحاب البيت رجعوا كاميرات المراقبة علشان يشوفوا الكنبة دي بعدت من مكانها كده إزاي، خصوصا إن ما كانش في حد في البيت أصلا. اكتشفوا بعد كده ان الكلب مقضيها لعب وهم مش هنا. ساب كل العربيات اللي في الدنيا وراح يخبط عربية الشرطة. سواق العربية الخضرا ده رخم قوي ومستفز كمان، مش عايز يعدي عربية المطافي. وأول ما العربية الحمراء وسعت الطريق قام اتحرك هو كمان. طب نقول عليه ايه ده بس؟ الزبون ده شكله مصطبح، وكل ما يروح حتة في المحل يروحها جري. وكل ده يا عيني والموظف متبهدل حتى بعد ما حاسب طلع جري برضه.
احنا ظلمناه ولا ايه؟ طلع مش مصطبح ولا حاجة، شكله كان مستعجل. مية المطرة مغطية بلعة المجاري، واللي بيجي ناحيتها بتبلعه. يعني انت سبت المحل كله وجاي تسرق من الحتة دي؟ ده انت ناقص تاخد الكاميرا في حضنك يا جدع. السؤال هنا، هي ليه ما عدتش من فوق الخرطوم؟ رجالة المطافي مصدومين من اللي شافوه. بيلعب الكلب معاه بكرة التنس. مش عارف ليه عندي إحساس إن مستقبله ضاع. في موقف إنساني جميل، الولعة مسكت في الكراتين اللي على العربية، وبالصدفة البحتة عربية خرسانة معدية، ومن غير أي تفكير وقف وشد الخرطوم، وكل اللي رايح واللي جاي يقف يساعد. انت خسارة فيك ال9 شهور حمل. المفروض اللي محمل حمولة زي دي ما يطلعش بيها اي مطلع، والمفروض اللي يساعد يقعد على الكبوت من قدام. بدل ما هي عمالة ترفع حصان كده. حب يعمل حركة روشنة بالكرسي وراح بيه للتلاجة. أنا لو منك هتبرى منه. أنا كنت فاكرك نينجا، طلعت ترتر. الحاجات في السوبر ماركت متشابهة لدرجة إنها بتلخبط الزباين، بس مش لدرجة إنكم تتلخبطوا في عيالكم يعني. عندهم حق يتلخبطوا فعلا. لا القلم في ايده فجأة. الراجل دماغه عملت ايرور من اللي حصل، ولولا انه راجع كاميرات المراقبة وشاف اللي حصل كان زمانه مصدق ان ده شغل عفاريت. Let's go. ده اللي هيحصل لك لو فكرت تربي كلب بيتبول. الراجل ده مش حرامي، كل الحكاية انه عمل عملية تبديل غير عادلة. اول ما ترشني انا؟ طب اديك مخالفة ازاي دلوقتي؟ اللي علم الراجل ده السواقة ما قالوش ان في مرايات في العربية اصلا. الاتنين دول بيسلموا الطرد وما لقوش حد في البيت فحدفوه في البلكونة. في اللقطة دي العربية داخلة من البوابة عادي، بس بعد ما عدت في حاجة غريبة ظهرت. لو عرفت القمع ده جه منين قول لنا في التعليقات. العامل خارج يحط الشكارة في شنطة العربية فلقى الموتوسيكل قافل على الباب.
اعتقد ان الست دي ما بتستخدمش المرايات برضه. الراجل بيشغل الموتوسيكل علشان رايح شغله وهيعدي ابنه في طريقه على المدرسة، بس في الاخر ساب ابنه ومشي. ده الجماعة بتوع السوبر ماركت ارحم يا اخي. احلى مسا عليك يا ابو العيال. على فكرة هما مش راكنين ركنة غلط ولا حاجة، وما تتسرعش عليهم في الحكم الا لما تعرف القصة من بدايتها. على فكرة بقى في جزء لسه ما وقعش. للأسف الفيديو خلص وما كنتش عايزه يخلص صراحة، علشان أحسن وقت بيعدي عليا هو وأنا معاكم. اكتب لي في التعليقات ايه أكتر جزء عجبك في الفيديو. أتمنى منكم تدعوا لحد عزيز على قلبي بالشفاء العاجل، وربنا يشفي كل مريض. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.